باشا مصر. السلام عليكم. العرض اللي هيتقدم النهارده يا جماعه عرض اسمه باشا مصر. داعم العرض الباشمهندس حسام الشرقاوي. الباشمهندس حسام كل ما بيدخل حاول شغله بيعمل عرض وبيسميه نفس الاسم باشا مصر. يعني الناس اللي متابعاني عرض باشا مصر ده اتكرر كذا مره، والناس اللي متابعاني عارفه طالما قلت باشا مصر يبقى العرض هيولع الدنيا. رجاء بس عشان انا عارف اللي انا هقوله ده هيبقى صعب، يعني اما اتاخر عليك في الواتس اعرف ان انا مشغول برد على حد تاني، لان بعد انتهاء العرض ده والله لا اتفرم رسايل وهتشوف دلوقتي. كنا عايزين نسميه عرض قوه، عرض جمع مش عارف ايه، عرض الخيال، يعني حاجات كده. قال لي لا، باشا مصر، لن اتنازل عن باشا مصر. والله يا باشمهندس حسام مش عارف اقول لك ايه. يعني بص يا سيدي، معلش خدت من وقتكم شويه بس لازم ندي للراجل حقه. عارفين عود ضجه مصر؟ العود اللي انا اتحديت بيه اي عود ياباني ثمنه 3000 جنيه. نشوف الاختبار بتاعه ونرجع نكمل. بص يا عم سيد، انت قلت لي الله ينور على العود بتاع ضجة مصر وشلت بيه كرسي الحديد، بس يا فوزي احنا ساعات بنشمط بيه ونطلع السمكه اسانسير، الصيادين بتوع التشميط فاهمني، وممكن السمكه تلبس فتلب، فلب لنا الكرسي. عم السيد عايزني يعني اكسر العود. حاضر يا عم السيد، انا جهزت لك الخيط اهو على اللبلوب، هو مجهز بس انا مش مركب مكنه ولا حاطط خيط عشان الوزن ما يتوزعش على الخيط، يبقى كل الحمل على العود بس. اهو يا عم سيد على المباشر قدامك اهو عشان تبقى مبسوط، ونموج لك الكرسي. طبعا معانا بنسحب العود. بسم الله الرحمن الرحيم. واضح عندك؟ واضح. مبسوط يا عم السيد؟ انا هقول لك دلوقتي، اصبر بس اعرف اشيله بس الاول. كده يا عم السيد الكرسي اتشال، يلا نموج بقى عشان يطرشق العود. الصياد اللي بيجري على العيدان الياباني ام 800 لغايه 1000 ونص، ضجه مصر ب 245 جنيه طول 24. واللي انت شفته مش محتاج اشرحه. السلام عليكم. مفيش عود يتعمل فيه كده، ولكن بفضل الله ربنا يوفقنا في شويه حاجات حلوين كده. العرض بدايته ليك عودين ضجه مصر، منزلين العود تحدي ب 245 جنيه، حاطين بعد تكلفته 5 جنيه مكسب. العود ده لو قلنا فيه 400 جنيه هنبيعه ب 400 جنيه، بس احنا منزلينه تحدي عشان المعرض الجديد وبتاع. وده كان من ضمن اختيارات الباشمهندس حسام اللي لازم يبقى فيها عرض، العرض بتاع باشا مصر يبقى فيه عود ضجة مصر. يبقى اول بند في العرض 2 عود ضجة مصر طوله 4 متر 20 زي ما انتم شفتوا في الفيديو كده. تمن العود 245، الاتنين تمنهم 490 جنيه. تاني بند في العرض عيدان قسط طولها 2 متر و10، شغالها قسط، عايز تشغلها فله. تعال نشوف القوة والرفع بتاع العود ونرجع نكمل. دي عيدان القسط بتاعتنا يا جماعة، رفع السيجارة. خلاص، كيس الرصاص ده 125 جرام، يعني 8 كيلو. يا علاء حط لنا يلا كيس بكيس كده، هاخد شويه في ايدك واروح. 125 جرام، خليهم 100 جرام عشان في الحساب. حط واحد، العود اهو يا جماعه، حطيت واحد ماشي كده 100 جرام. حط التاني 200 جرام يبقى 250 جرام. حط كيسين يبقى كده كام؟ كام كيس انت حطيت؟ 4 يبقى نص كيلو يا علاء، يبقى نص كيلو 500 جرام. ماشي يا جماعه. هو شايل
الاكشن بتاعه شايل نص كيلو. حط كمان 2. ده 1 صح؟ ما ترزعش قوي كده الله يسترك. كده 750 جرام. لو حطينا 2 يبقى كيلو. استنى اوريهم الاكشن. اظبط، انت مستعجل ليه؟ ده الاكشن اهو يا جماعه. العود رفع السيجاره. حط كمان 2 بالراحه. ده 1 صح؟ كيس بيتقل. حط كمان 1. نزل على الارض. نرفع كده كيلو يا اخوانا. يشيل تاني. طيب كده كيلو. حط كيسين. نزله بس على الارض الاول يا جماعه عشان تقيل على ايدي، معلش بصور بايد واحده. حط كده كيلو. حطيت كيسين. كيلو 250 جرام صح؟ يعني كيلو وربع. كيلو وربع. حط كمان كيسين يبقى كده كيلو ونص. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. بسم الله. الله اكبر. كيلو ونص يا جماعه. ويشيل تاني والله. ده الاكشن بتاعه. تمام يا علاء. شكرا يا علاء. يعجبني قوي لما يبقى عود رفيع بالقوه دي، ومفيش حد هيطلع يشيل على العود ده سمكه بالوزن ده. ليه بقى؟ لان السمكه العود لو قوي، الخيط قوي، والمكنه قويه، ايا كان السمكه ممكن تكون مشففه وممكن تفرغ منك. تمام. العود ده ب 165 جنيه. ليكوا عودين. احنا عملنا العرض ده برضه وفكرنا ان انت ممكن تاخد العرض وتقسمه على 2 او تقتنيه لوحدك. وخليك للفيديو للاخر لان مفاجآت ما كنتش هتتخيلها هتلاقيها في العرض ده. العود ب 135 ب 165. الاثنين ب 330. تمام. تالت بند في العرض 4 بواكي صنار ياباني اللي كنت بقول لك ونحذر في استخدامك معاه. الباكو ب 50. الاربعه ب 200 جنيه. رابع بند في العرض 100 سن صنار معكوف ياباني. اللي الناس اللي متابعاني شافته قبل كده كتير، اللي دقينا على الحربه بتاعته بحديده وما تلمش ولا تاثر. الناس اللي متابعاني شافوه بعينهم صوت وصوره. ليك 100 لشغل التشويح، لشغل التشميط، لشغل الحيل، للشغل التقيل في العموم. 100 في 2.5 ب 250 جنيه. ده العرض. 2 عود ضجة مصر ب 490 جنيه. 2 عود قسط ب 330. 4 بواكي صنار ياباني ب 200. 100 سن معكوف ب 250. تمنهم 1270. زودنا 30 جنيه تغليف ومصاريف فودافون كاش بتتخصم مننا واحنا بنسحب الفلوس، وتعب الرجاله اللي معايا اللي بتغلف. فيبقى اجمالي العرض 1300 جنيه. طيب باشا مصر بقى حسام الشراوي، الباشمهندس حسام الشراوي عمل ايه؟ اداك 3 اختيارات فيهم خيار يخصنا شويه كده هنكسب من وراه يعني. اول خيار 1000 مليون مبروك انك تاخد نفس العرض هديه. مفيش كده، مفيش كده خالص يعني، تحسبها يمين شمال مفيش كده. شكرا يا باشمهندس والله. اول خيار تاخد نفس العرض فوق العرض هديه. خلاص. تاني خيار ليك هتدفع 1300 جنيه اوريدي، خلاص انت اشتريت الحاجه اللي انا قلتها ب 1300 جنيه. اول خيار تاخد نفس المحتويات نفس العرض هديه ببلاش. تاني خيار تقدر تشتري ب 800 جنيه اي حاجه، لذلك ما كترناش قوي بقى ده وده والحرير ومش عارف والكلام ده كله، فسيبناها لك مفتوح. فتاني خيار ليك 800 جنيه تختار بيهم اللي انت عايزه. تالت خيار ناخد احنا منك 200 جنيه ونخصم لك 600 جنيه. نخصم لك 600 جنيه من 1300 جنيه، يعني هتدفع في العرض 700 جنيه عشان يناسب الثلاث فئات اللي عايزين العرض. التواصل واتس مروه باشمهندس. التواصل واتس على رقم 0100 73 80 187 في خدمتكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.